روى ابن المبارك في الزهد عن مولى لأبي ريحانة قال: غفل أبو ريحانة من بعث غزا فيه، فلما انصرف أتى أهله فتعشى من عشائهم، ثم دعا بوضوء فتوضأ منه، ثم قام إلى مسجده يعني مصلاه في بيته، فقرأ سورة ثم أخرى، فلم يزل كذلك مكانه، كلما فرغ من سورة افتتح الأخرى، حتى إذا أذن المؤذن من السحر شد عليه ثيابه، فأتته امرأته فقالت: يا أبا ريحانة، قد غزوت فتعبت في غزوتك، ثم قدمت إلي فلم يكن لي منك حظ ولا نصيب. فقال: بلى والله ما خطرت لي على بالي، ولو ذكرتك لكان لك علي حق. قالت: فما الذي شغلك عنا يا أبا ريحانة؟ قال: لم يزل قلبي يهيم فيما وصف الله في جنته من لباسها وأزواجها ونعيمها ولذاتها، حتى سمعت المؤذن الله أكبر. لما سمع القوم قول الله فاستبقوا الخيرات وقوله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة. وقال رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. اعلم رعاك الله، واعلم بارك الله فيك أنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكارم.